اتولدت آن ماري لويز دي أورليان أغنى من الملكات، وكانت أقرب للعرش الفرنسي من أي حد تقريبا عايش، وكان المفروض تعيش حياة مليانة حرية من غير حدود. لكن بدلا من كده ثروتها الضخمة خلتها غنيمة سياسية وتهديد ملكي، وفي النهاية ست محبوسة بسبب السلطة والفضايح والوحدة. دي القصة المأساوية لأغنى وريثة في أوروبا، وإزاي انتهى بيها الحال، معزولة ومنفية ووحيدة. آن ماري لويز دوريليان الدوقة المستقبلية لمونتبانسييه اتولدت في قصر اللوفر في وسط باريس يوم 29 مايو 1627. في الوقت ده اللوفر ما كانش متحف ولا معرض فني، لكن كان واحد من المساكن الرئيسية للعيلة الملكية الفرنسية في وسط باريس. وسبب إن آن ماري اتولدت هنا هو إنها كانت من العيلة الملكية برضو. طبعا أبوها كان جاستن دوق أوريليان، هو كان الابن الأصغر للملك هنري الرابع ملك فرنسا، اللي أسس العائلة الملكية بوربون سنة 1589، وحكم فرنسا لحد ما اتقتل سنة 1610. يعني آن ماري كانت حفيدة الملك، وعمها كان الابن الأكبر ووريث هنري الرابع الملك لويس الثالث عشر. والدة آن ماري كانت ماري دي بوربون دوقة مونتبانسييه، هي كانت من فرع تاني من عائلة بوربون، وبقت دوقة وهي لسه طفلة بعد وفاة والدها. ماري وغاستون اتجوزوا في أغسطس 1626، وهي حملت لأول مرة بعد أسابيع قليلة. للأسف أن ماري عمرها ما تعرف والدتها، هي تعبت بعد الولادة وتوفت في 4 يونيو 1627، وكان عمرها بس 21 سنة، يعني أقل من أسبوع بعد ولادة آن ماري. بعد وفاة والدتها الطفلة المولودة آن ماري ورثت لقب دوقة مونتبانسييه وثروة ضخمة جدا، لدرجة إنها وهي عندها 6 أيام بس بقت واحدة من أغنى الوريثات في فرنسا. حياة آن ماري في بدايتها كانت معقدة. كبرت آن ماري في البلاط الملكي وحوله، مع إن والدها كان مقره في مدينة أوريليان جنوب باريس. بعد وفاة زوجته الأولى كان متوقع أن جاستون هيتجوز تاني ويخلف وريث ذكر يرث واحدة من أكبر الثروات في المملكة. بدل كده في السنين اللي بعدها بدأ جاستون علاقة مع مارغريت من لورين، وتجوزها سرا سنة 1632 بعد ما أخوه لويس الثالث عشر رفض يوافق على الجوازة دي. الملك كان معارض الجوازة لأسباب سياسية، لأن فرنسا كانت في صراع مع لورين في الوقت ده. ولما خبر الجوازة وصل البلاط الملكي اتعرض جاستون لضغط علشان يلغي الجوازة وهي طفلة. آن ماري كانت عايشة في قصر التويلري تحت رعاية المربية بتاعتها، اللي كانت مسؤولة عن تعليمها وعلمتها تقرأ وتكتب. ولما لويس الرابع عشر المستقبلي اتولد في سبتمبر 1638، آن ماري اللي كان عندها وقتها 11 سنة أعلنت إنها هتتجوزه في يوم من الأيام، وكانت بتدلعه وبتسميه جوزي الصغير، وده كان بيضحك البلاط الملكي. لكن تعليقاتها دي جابت لها توبيخ من لويس الثالث عشر والكاردينال ريشليو. وفي نفس الوقت والدها كان عنده طموحات تانية، وكان بيتمنى يجوزها لواحد من ولاد عمها الملكيين، لكن الموضوع ده ما حصلش فيه حاجة. في أوائل صيف 1643 جاستون أخيراً اتجوز حبيبته مارغريت مرة تانية، ولما لويس الثالث عشر كان على فراش الموت أخيراً سمح لأخوه إنه يشرع الجوازة اللي كان بيعترض عليها من زمان. وده كان مهم جداً بالنسبة لآن ماري، لأن خلال السنين دي كلها جاستون ما قدرش يخلف وريث ذكر يفضل عايش. جاستون ومارغريت خلفوا كذا طفل مع بعض، لكن كل أولادهم كانوا بنات ما عدا ولد واحد بس، وده كان جان جاستون دوق فالوا. للأسف هو مات من الجفاف ومضاعفات تانية بسبب إسهال شديد في أغسطس 1652 وهو عنده 2 سنين. وده معناه إن آن ماري باعتبارها أكبر بنات أبوها كانت هتورث في يوم من الأيام أملاكه وألقابه الكبيرة، وده خلاها واحدة من أكتر الأميرات المرغوب فيهم في أوروبا. لكن تصرفاتها كانت هتأدي بيها قريب لطريق أظلم بكتير. لما أخوها الصغير مات في أغسطس 1652 كانت آن ماري عملت لنفسها اسما كبير في سياسة فرنسا،
وده كان مرتبط بحرب أهلية كانت شغالة في البلد. في مايو 1643 ابن عم آن ماري اللي كان عنده 4 سنين ونص بقى ملك فرنسا لويس الرابع عشر بعد وفاة أبوه. كان صغير جدا على الحكم والسنين طويلة، وفرنسا كانت غرقانة وقتها في حرب 30 سنة ضد الهابسبورغ النمساويين والهابسبورغ الأسبان. زيادة الضرائب الكبيرة عشان يمولوا الحرب ومع عدم وجود ملك فعال، وصل الموضوع لذروته سنة 1648 لما اندلعت ثورات في باريس وبعدها انتشرت في مدن كبيرة تانية. الفروند زي ما الحرب الأهلية تسمت استمرت على مراحل لمدة 5 سنين. خلال الفروند آن ماري بقت مشهورة بسبب الشكوك حوالين تعاطفها مع المتمردين، لكن ولاءتها كانت أعقد بكتير من اللي ناس كتير كانوا فاكرين. في السنين الأولى من التمرد كانت بتدعم قادة المتمردين في بوردو بشكل علني، وحتى سافرت هناك بنفسها، لكن بعدين ساعدت بشكل كبير في التفاوض على السلام بين المدينة المتمردة والحكومة الملكية. وبعدين لما حصلت اضطرابات جديدة سنة 1652 آن ماري سافرت لأوريليان وحاولت تتفاوض مع المتمردين هناك، بس لما وصلت بوابات المدينة كانت مقفولة والسلطات رفضت تدخلها ورفضت ترجع، وعدت النهر بالمركب وتسلقت الدفاعات زي القطة ودخلت من فتحة في البوابة، وبعدها على طول اتعمل لها موكب احتفالي في الشوارع وطلعت كرمز غير رسمي للتمرد. وبعد كده آن ماري رجعت باريس، وهناك ربطت مصيرها بالتمرد بشكل دائم وبنت سمعتها كحليفة للمتمردين. خلال معركة فوبورغ سانت أنطوان يوم 2 يوليو 1652 تحت جدران الباستيل سيئة السمعة في المدينة، هي أخذت خطوة صادمة وأمرت مدافع الحصن تضرب قوات الملك دعما للويس أمير كوندي أخطر أعداء الحكومة وابن عمها الملكي. رغم تدخلها التمرد اتسحق. مع انتصار الملكيين وسمعتها اللي اتدمرت، آن ماري اضطرت تهرب من باريس. فروند انهارت أخيرا في السنة اللي بعدها، وظهر لويس الرابع عشر الشاب وهو مصمم إن مفيش تحدي لسلطة الملك هيهدده تاني أبدا. مع إن آن ماري وقفت مع النبلاء المتمردين زي الأمير دي كوندي مش مع عامة الشعب، أفعالها ما تنستش، وقريب أغنى وريثة في فرنسا هتلاقي نفسها عايشة في المنفى ومعزولة عن البلاط البراق اللي كانت بتحبه زمان. تصرفات آن ماري أثناء فترة الفروند خلت رجوعها للبلاط مستحيل، وبعد ما الملكيين المنتصرين وصفوها إنها متمردة خطيرة هربت للمنفى في قصر سان فارغو البعيد في بورغندي. القصر القديم الكبير كان مهمل وحالته سيئة، وده اضطر الأميرة اللي فقدت مكانتها إنها تعيد بناء أجزاء كبيرة منه، وقضت ال5 سنين الجايين مستخبية خايفة في أي لحظة تتحبس، في الوقت اللي ابن عمها كان بيفرض حكمه على فرنسا. مع إنها هربت من العقاب المباشر، والدها اتسحب منه أراضيه الكتير وألقابه بسبب دوره في التمرد. خلال سنين فيها آن ماري حولت سان فارغو لقصر باروكي عظيم، وجابت المهندس المعماري لويس لوفو اللي بعد كده اشتهر بشغله في قصر فرساي. لكن معظم شغله في سان فارغو اتدمر بسبب حريق في القرن الثامن عشر. بحلول سنة 1657 كانت فوضى الحرب الأهلية بدأت تختفي من الذاكرة، وآن ماري اللي كان عندها 30 سنة أخيرا قررت تخرج من المنفى. أبوها اللي هو كمان فقد مكانته أثناء فترة الفروند اتسمح له مؤخرا يرجع للبلاط الملكي على يد الملك الشاب، وآن ماري لحقت بيه بسرعة. في البلاط كان النبلاء وحتى أفراد العيلة اللي ما شافوش آن ماري بقالهم سنين بيعتبروها ست معقولة الجمال، لكن مش من جميلات البلاط الفرنسي، لكن اللي كانت ناقصاه في الجاذبية عوضتها وزيادة في الغنى. هي كانت بالفعل واحدة من أغنى الستات في فرنسا، لكن ثروتها الضخمة كبرت أكثر بعد وفاة والدها. هو توفى في 2 فبراير 1660 وكان عنده 51 سنة، رغم أن كتير من أملاكه اتصادرت في سنة 1652 بسبب تورطه في الحرب الأهلية. ولما مات آن ماري ورثت مجموعة ضخمة من الأراضي والمزارع والقلاع والقصور.
بين يوم وليلة الأميرة المتمردة اللي كانت منفية قبل كده بقت واحدة من أكتر البنات العازبات المرغوب فيهم في أوروبا كلها، وكل البلاطات الملكية بقت بتراقب عن قرب علشان تشوف مين اللي هيتجوز أغنى وريثة في أوروبا ويمكن في العالم كله. وقت ما والدها مات في سنة 1660 كانت آن ماري اللي بقت معروفة على نطاق واسع باسم لاجران مادوموزيل السيدة العظيمة عندها 32 سنة ولسه ما تجوزتش، وده كان شيء شبه فضيحة بالنسبة لأميرة في مكانتها. في زمن كانت فيه السيدات النبيلات بيتجوزوا غالبا عند سن 15 أو 16 سنة، أغنى وريثة في أوروبا فضلت عزباء لعقود من الزمن بشكل غريب. فوضى الفرند وسنين آن ماري في المنفى بتفسر جزئياً ليه فضلت من غير جواز لحد سنة 1660. ومع ذلك القصة الحقيقية كانت أعجب من كده بكتير. على مدار السنين أمراء وخطاب من العائلات الملكية حاولوا يحصلوا على ثروتها الضخمة، لكن المفاوضات كانت بتفشل كل مرة، أو آن ماري نفسها كانت بترفض الجوازة. على سبيل المثال في سنة 1646 كان في اقتراح إن آن ماري تتجوز فرديناند الثالث إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة بعد وفاة مراته ماريا آنا الأسبانية. جوازة زي دي بين بنت عم لويس الرابع عشر وحاكم إمبراطورية هابسبورغ كانت ممكن تساعد في تقوية مفاوضات السلام في السنين الأخيرة من حرب 30 سنة. في الآخر مع ذلك المفاوضات فشلت. فرديناند اتجوز ماريا ليوبولدينا من النمسا سنة 1648، وبعد كده اتجوز إليونورا غونزاغا. بعد كده الفرند وسنين آن ماري في المنفى تقريبا دمروا فرص جوازها، لكن بعد رجوعها للبلاط سنة 1657 أغنى وريثة في أوروبا فجأة بقت مرغوبة تاني. في اقتراح حتى كان بيقول إنها تتجوز فيليب الأول دوك أوريليان اللي هو ابن عمها وأخو لويس الرابع عشر الصغير. بس فيليب كان أصغر من آن ماري ب13 سنة، ومعروف إنه غير ناضج خالص ولسه متعلق بأمه جدا، فعشان كده آن ماري رفضت الجوازة دي. وفي الآخر فيليب اتجوز هنريتا آن ستيوارت أخت الملك تشارلز الثاني ملك إنجلترا. وكان في كمان مناقشات على مدار السنين عن جواز آن ماري من تشارلز وقت ما كان منفي في أوروبا، لكن بعد استعادة الملكية الإنجليزية سنة 1660 اللي سمحت لتشارلز يرجع لإنجلترا وياخد عرشه تاني، اتجوز بدل كده كاثرين من براغانزا أميرة برتغالية. مهرها جاب لإنجلترا فلوس وممتلكات قيمة في الخارج. وكان آخر عريس مهم تقدم لآن ماري برضو من العائلة الملكية البرتغالية في سنة 1663. لويس الرابع عشر اقترح أنها تتجوز أفونسو السادس ملك البرتغال، بس الاقتراح ده رعبها. أفونسو كان أصغر من آن ماري ب16 سنة وكان عنده إعاقة جسدية، وكمان الكل كان شايفه غير مستقر وغير ناضج. آن ماري ما كانتش عايزة تسيب فرنسا علشان تتجوز ملك أجنبي صغير في لشبونة البعيدة. مع إنها رفضت كل عروض الجواز اللي تقدمت لها أو فشلت، آن ماري دخلت بسرعة في قصة حب هتتحول لواحدة من أكبر الفضايح في حياتها. في أواخر ستينيات القرن السابع عشر آن ماري وقعت في حب أنطوان نونبار دي كومان أول دوق للأوزان. هو كان جاي من عائلة نبلاء فرنسية فقيرة ومن طبقة النبلاء الصغار، وطلع للشهرة والسلطة في البلاط الملكي من خلال دوره كدبلوماسي في إسبانيا. بعد فترة تودد استمرت عدة شهور، آن ماري طلبت من ابن عمها الملك الإذن إنها تتجوز لوزان، ولدهشة البلاط الملكي لويس وافق في البداية، وكانوا هيتجوزوا بعض في باريس في ديسمبر 1670. لكن قبل أيام قليلة من موعد الحفل الملك فجأة غير قراره. الجوازة دي أثارت غضب العيلة الملكية الفرنسية، خصوصا لأن أغنى وريثة في أوروبا كانت بتحاول تتجوز راجل هم شايفينه أقل بكتير من مستواها. وفوق كده مرات لويس ودوك أوروليان كانوا حيورثوا جزء كبير من أملاكها في يوم من الأيام لو ما تجوزتش أبدا. آن ماري كانت غاضبة جدا لما الفرح اتلغى فجأة وابتعدت عن الحياة العامة لأسابيع. بس اللي جاي كان أسوأ. لوزان اتقبض عليه واتسجن عشان تجرأ يتجوز واحدة أعلى منه بكتير في المكانة، وكان تحت حراسة مشددة وحاول يهرب أكتر من مرة،
بس فشل في كل مرة. ومع مرور السنين بدأت تظهر تقارير عن تصرفاته اللي بقت أكتر غرابة وعدم استقرار. زنزانته بقت في حالة فوضى، ودقنه وشكله بقوا غريبين لدرجة إن في ناس افتكروا إنه بيفقد عقله. لاوزان فضل في السجن أكتر من 10 سنين، في الوقت اللي آن ماري كانت بتقدم التماسات بيأس للإفراج عنه. وفي الآخر اضطرت آن ماري تحت الضغط إنها تتنازل عن أراضي واسعة وثروة ضخمة علشان تضمن حريته. وأخيراً في سنة 1681 لاوزان خرج من السجن، وانتشرت الشائعات بسرعة إن الاثنين اتجوزوا في السر. لكن سنين السجن كانت غيرته تماماً. الرومانسية المشتعلة اللي كانت عملت فضيحة في البلاط الفرنسي زمان دلوقتي بقت مجرد رماد. بعد أكتر من 10 سنين من الفراق والمرارة والإهانة، قصة حبهم كانت فعلياً انتهت. آن ماري بقت محبطة من أحداث السبعينيات، وبدأت تقضي وقت أكتر بعيد عن البلاط في قصر لوكسمبورغ، اللي هو كمان واحد من أعظم القصور الملكية في أطراف باريس، واللي ورثته لما زوجة أبوها مارغريت مالورين ماتت سنة 1672. بحلول الثمانينات البلاط الفرنسي كمان ساب باريس وانتقل لفرساي بأمر من لويس الرابع عشر. الآنسة الكبرى ما كانتش بتظهر هنا كتير، بدل كده عاشت حياة هادية ومنعزلة شوية في آخر أيامها، وتوفت في قصر لوكسمبورغ يوم 5 إبريل 1693 وكان عندها 65 سنة. قبل وفاتها بفترة قصيرة لاوزان طلب يشوفها، لكن الآنسة الكبيرة المتكبرة رفضته. أكبر أملاكها وأراضيها اللي كانت اتقلصت علشان يدفعوا ثمن خروج الدوق من السجن من 12 سنة راحت في الغالب لابن عمها دوق أوريليان. رغم كده في جنازتها الكاتب الفرنسي وراوي المذكرات الدوق سان سيمون قال إنها كانت أغنى أميرة عزباء في أوروبا. الآنسة الكبيرة اتدفنت في بازيليك ساندوني خارج باريس بعد أسبوعين من وفاتها. حصل حادث مرعب أثناء المراسم. كان من التقاليد في فرنسا في بدايات العصر الحديث إن أحشاء العائلة المالكة تتشال ويتحنطوا بشكل منفصل. ده كان علشان الجسم يقدر يفضل معروض لفترة أطول من غير ما يتحلل بسرعة. بعد كده كانوا بيحطوا الأحشاء في جرة وبيدفنوها مع الجسم وقت الجنازة. في حالة الدوقة مونتبونسية أحشائها بدأت تتخمر، والجرة اللي كانت فيها انفجرت أثناء مراسم الجنازة، وده عمل ريحة عفنة خلت ناس كتير يهربوا من الكنيسة. كانت نهاية سيئة. لست أتولدت بثروة هائلة ودم ملكي وكل المميزات اللي ممكن تتخيلها، ومع كده قضت جزء كبير من حياتها محبوسة بسبب نفس القوة والامتياز اللي كان المفروض يخليها لا يقدر حد يمسها. ألف شكر لكم يا جماعة على متابعتكم الفيديو ده عن آن ماري لويز دورليان المادموزيل الكبرى. يا رب يكون عجبكم. قولوا لي رأيكم في الفيديو تحت في التعليقات، ولو عندكم أي اقتراحات كمان اكتبوها تحت في التعليقات. يا رب تكونوا مشتركين في القناة ومفعلين الجرس عشان توصلكم كل فيديوهاتي أول ما أنزلها. على أي حال ده كل اللي عندي النهاردة، فهشوفكم كلكم في الحلقة الجاية من Forgotten Lives. شكرا.